ترى المشاعر اللي بنحس بيها زي الفرح والحزن والخوف والحب، هل دي مشاعر اتولدنا بيها ولا المجتمع علمنا ازاي نفهمها ونفسرها بالشكل ده؟ في الفيديو ده هنتكلم عن الأدلة والنظريات اللي بتدعم كل اتجاه. في ناس كتير من العلماء كانوا بيقولوا إن المشاعر فطرية، يعني جوانا من غير ما حد يعلمنا. دكتور بول إيكمان مثلا عمل دراسة مشهورة على تعبيرات الوش، ولقى إن ناس في كل بلاد العالم حتى القبائل اللي مشافوش حضارة بيعبروا عن مشاعرهم بنفس الطريقة، زي الضحك وقت الفرح أو العبوس وقت الغضب. علم الأعصاب كمان بيأكد ده. دراسات عن المخ زي اللي عملها جوزيف ليدو بتقول ان في مناطق في المخ زي الايمج دالا بتشتغل اوتوماتيكي لما نحس بخطر، وده بيخلي الجسم يستعد بسرعه، يعني كانها حاجه لا اراديه. الناحيه التانية في ناس تانية زي الفيلسوفه ليزا فيلدمان باريت شايفه ان المشاعر مش حاجه ثابته، لكن احنا اللي بنكونها بحسب الثقافه والتجارب بتاعتنا. يعني مثلا مش كل الشعوب بتفهم الغضب او الحزن بنفس الطريقه، وهي بتقول ان احنا مش بنتولد بمشاعر محدده، لكن بنتعلمها من المجتمع واللغه. ده بيخلينا نفسر اللي بيحصل جوانا على انه حزن او خوف او غيره. اللي بيقولوا ان المشاعر الفطريه معاهم نقطه مهمه، في حاجات بتحصل في جسمنا وفي المخ غير ما نفكر. بس اللي بيقولوا ان المشاعر مصنوعه برضه معاهم حق، لان فعلا الثقافه بتاثر على احساسنا وتعاملنا مع نفس الموقف. يعني ممكن الاتنين صح بدرجات مختلفه، وفي مشاعر اساسيه جوانا بس المجتمع بيزود عليها معاني وتفسيرات. عن نفسي انا شايف ان المشاعر مزيج من الاتنين، ان احنا بنتولد باحساس بالخطر وبالامان، لكن اللي بنتعلمه في الحياه هو ازاي بنعبر عنهم ونتعامل معاهم. الفهم ده خلاني ابص للناس بشكل اعمق. لما حد بيكون عصبي او حزين بقيت افكر هو بيحس بايه وايه الحكايه ورا الاحساس ده، وده ساعدني اكون اهدى في علاقاتي وافهم الناس اكتر. المشاعر جزء كبير من حياتنا، وفهمها بيساعدنا ان احنا نعيش بشكل افضل، سواء كانت فطريه او مصنوعه. اللي يهم اننا نسمعها ونحترمها ونتعلم منها.